النهاردة معانا تسجيل عن كتاب شعر، بس الكتاب ده على ما يبدو بيخوف واحدة من أكبر القوى في العالم، ومهمتنا هنا إننا نفهم ليه. إزاي يعني ممكن كلمات عن الحب والحنين والألم تبقى خطيرة للدرجة دي؟ وإيه اللي يخلي قصيدة حب في ظروف معينة تكون أقوى وأخطر من السلاح؟ ده اللغز اللي بنحاول نحله النهاردة من خلال فعالية إطلاق كتاب أرواح سجينة، قصائد لسجناء وجور في الصين. وهي دي المفارقة الأساسية في القصة كلها. إحنا مش بنتكلم عن كتيبات سياسية أو دعوات للتمرد، إحنا بنتكلم عن شعر، وفي أحيان كتير شعر شخصي جداً. ولما التعبير الإنساني البسيط يبقى جريمة، فده بيقول لنا حاجة أعمق بكتير عن طبيعة السلطة والخوف. والكتاب بيضم قصايد ل25 شاعر. بالظبط، وكلهم يا إما مسجونين أو مختفين. فالموضوع مش مجرد مجموعة أدبية، ده أرشيف للأرواح. طيب خلينا نبدأ بالقصة اللي وراء نشر الكتاب ده. القصة بشكل غريب بتبدأ مع الناشر نفسه، مرات أكيجانا. في التسجيل بيحكي حكاية بسيطة لكن بتكشف كتير. سنة 2004 كان طالب في لندن، والطلب منه يدور على كتب من آسيا الوسطى في مكتبات المدينة، والنتيجة كانت ولا حاجة، صفر. صفر. القصة دي ممكن تبان عادية، بس في الحقيقة هي بتكشف مشكلة ضخمة في عالم النشر. بتورينا إزاي الأسواق الكبيرة زي بريطانيا مثلاً ممكن تكون معزولة ثقافياً من غير ما تقصد. وهو ذكر حقيقة بصراحة مذهلة، إن الكتب المترجمة بتمثل أقل من 4% من إجمالي مبيعات الكتب في المملكة المتحدة. لحظة، أقل من 4%؟ ده رقم صادم فعلا. يعني 96% من الكتب اللي الناس بتقراها هناك جاية من منظورهم المحلي أو من عدد قليل جدا من الثقافات المهيمنة. ده بيغير نظرتي لأي مكتبة بدخلها. هي مش شباك على العالم قد ما هي مراية. تماماً. وده بيوضح إن دور ناشر مستقل زيه مش مجرد طباعة كتب، هو بيبني جسر ثقافي فوق فجوة ضخمة. هو مش بيبيع كتب وبس، هو بيبيع وجهات نظر. صحيح، وهو عنده إيمان حقيقي بقوة الكلمة. هو حكى قصة نجاح بتثبت فلسفته دي. نشر سيرة ذاتية عن متحف سافاتوسكي في أوزبكستان. متحف كان فيه مجموعة فنية فريدة بس مهمشة. الكتاب لفت نظر منتجة أفلام أمريكية، وعملت فيلم وثائقي عن المتحف رواه الممثل بين كينغزلي. الفيلم ده أنقذ المتحف حرفياً. الاهتمام العالمي ده أنقذه من الإغلاق وحوله لوجهة سياحية رئيسية. بالضبط، وشعاره اللي عايش بيه هو كتاب واحد يمكن أن يغير الكثير. ولو كان الناشر هو العقل وراء المشروع، فمحرر الكتاب عزيز عيسى الكون هو قلبه. دفعه ما كانش أكاديمي أو أدبي بحت، لأ، كان شخصي ومؤلم جدا. كتير من الشعراء اللي اختفوا فجأة كانوا أصحابه وزمايله. أخذ منه 5 سنين عشان يجمع القصايد دي. 5 سنين شغل في ظل اللي وصفه بتعطيم إعلامي كامل وضغط نفسي مستحيل نتخيله. والتكلفة الشخصية كانت فادحة. هو ذكر في كلمته إنه ما تكلمش مع والدته من سنة 2017، وبعدين في 2019 اكتشف بصور الأقمار الصناعية إن السلطات جرفت المقبرة اللي مدفون فيها والده، مسحتها تماما من على وش الأرض. يعني تخيل الموقف، مش بس تتحرم من صوت والدتك، لا، ده والدك نفسه يتحرم من الأثر المادي لوجوده بعد موته. ده بيتجاوز العقاب السياسي، دي محاولة عنيفة لمحو ذاكرتك الشخصية وتاريخ عيلتك. وده مستوى الشجاعة والتضحية اللي بنتكلم عليه عشان الكتاب ده يشوف النور. كل الشجاعة دي من الناشر والتضحية من المحرر بتخلي الواحد يسأل سؤال مهم: إيه اللي في القصايد دي أصلاً؟ هل هي كتابات سياسية مباشرة بتدعو لثورة عشان تستاهل كل الخطر ده؟ وهنا بنرجع للمفارقة اللي بدأنا بيها. الإجابة اللي قدمها كل المتحدثين في الفعالية كانت لأ قاطعة. الشعر في معظمه مش تحريضي بالمعنى السياسي المباشر، لأ، هو شعر إنساني جدا. إنساني إزاي يعني؟ مليان حب، حنين للوطن، صور من الطبيعة، ألم شخصي، تأملات عن معنى الحياة والموت. وده بالظبط اللي بيخلي الموضوع كله مرعب أكتر. هم متسجنوش بسبب أيديولوجية خطيرة، لأ، يبدو إن هم اتسجنوا بسبب إنسانيتهم. في قصة بتوضح النقطة دي بشكل مؤلم. قصة الشاعرة جولنيسا إيمان اللي بتكتب باسم جولشان. كانت مدرسة لغة وأم لطفلين. في 2017 اختفت. بعدها اتعرف إن اتحكم عليها ب17 سنة ونص سجن. وفي 2021 تم تهريب قصيدة ليها من السجن اسمها بلا اسم.
والقصيدة دي مش دعوة للثورة، لأ، دي وصية موجوعة لأولادها بتتكلم معاهم مباشرة من وراء القضبان. اسمح لي أقرأ جزءا منها. بتقول: أستودعكم نجمتين من أجلي، أستودعكم قمرين من أجلي، أغدق عليها حبكم، دعوهما يكبران في نفس الحضن الذي كبرت فيه. لا تدعوا أحلامهم تتحطم، لا تدعوا أجنحتهم تنكسر. الكلمات دي أنا مش شايف فيها أي تهديد للدولة، أنا شايف فيها حزن أمه بس. فعلا، والمدهش في الكلمات دي إنها عالمية. أي أم في أي مكان في العالم ممكن تفهم الإحساس ده، وده اللي بيخليها قوية، بتتجاوز السياسة وبتخاطب القلب الإنساني مباشرة. وفكرة تهريب الشعر نفسها مش جديدة. لا طبعا، المتحدثين ذكروا مثال الشاعر والأستاذ الجامعي عبد القادر جلال الدين. قصيدته اللي اتهربت من المعتقل اتحولت لأغنية، والأغنية دي بقت شبه نشيد مؤثر لمجتمعات الأيغور في المنفى. لدرجة إيه يعني؟ لدرجة إن السلطات الصينية أصدرت حظر رسمي عليها جوه الإقليم. معقول؟ دولة بحجمها تصدر قرار بحظر أغنية؟ بالظبط، تخيل. وده بيوضح إن الأصوات دي متخرستش تماماً، لسه في تفاعل، لسه في مقاومة ثقافية. الكلمات بتتسرب من الشقوق وتلاقي حياة جديدة بره. طيب ده بينقلنا من القصص الفردية للسياق الأوسع. المتحدثين في الفعالية ما وصفوش اللي بيحصل بأنه مجرد قمع، لا، استخدموا عبارات أقوى بكتير، زي استهداف منهجي لجيل كامل من المفكرين الأيغور، أو محاولة لاعتقال الفكر الأيغوري نفسه. الفكرة المرعبة هنا مش مجرد رقابة، لا، دي إعادة تعريف للجريمة نفسها. الموضوع ما بقاش متعلق باللي بتعمله، بقى متعلق بمين أنت. إزاي؟ أحد الأمثلة الصادمة اللي اتقالت هي إن كتب مدرسية بلغة الأيغور كانت معتمدة من الدولة لسنين طويلة، فجأة تم تجريمها بأثر رجعي. فجأة الثقافة نفسها بقت دليل إدانة. المفهوم ده صعب أستوعبه. إزاي حاجة كانت قانونية ورسمية تبقى جريمة بأثر رجعي؟ الموضوع أشبه بإنك تصحى بكرة تلاقي إن الاحتفال بعيد الأم أو سماع أغاني فيروز بقى فجأة دليل على عدم ولائك للدولة. حاجات كانت جزء طبيعي من حياتك بتتحول فجأة لأدلة ضدك في القضية. تعليم تاريخ شعبك أو لغته اللي كانت وظيفتك الرسمية امبارح بقت جريمة تستحق السجن النهاردة. في ملاحظة مؤثرة جدا في التسجيل من واحدة من المتحدثات، جينيفر لانجر. لاحظت أن السير الذاتية القصيرة للشعراء في الكتاب غالبا بتنتهي بنفس الجملة: ظروف ومكان الحاليان لا يزالان مجهولين. والجملة الباردة دي في حد ذاتها شكل من أشكال العقاب. الغموض سلاح بيخلي كل شخص مش مجرد سجين، لا، مفقود، عالق في منطقة رمادية بين الحياة والموت. إذا لست انتباهها أن الجملة دي فكرتها بحاجة من تاريخ عائلتها. قالت إنها ذكرتها بتقرير الصليب الأحمر عن قرايبها اللي فقدتهم في الهولوكوست، واللي كانت بتنتهي بجملة شبهها: لم يتم العثور على أي أثر له أو لها. والربط التاريخي ده بيلقي بظل تقيل جدا على الكلمات دي، أكيد. وبيوضح إن الصمت ده، الفراغ المعلوماتي ده، مش فشل إداري، لا، دي سياسة مقصودة. ده جزء من العقوبة، بيمتد تأثيره من السجين لكل أفراد عيلته ومجتمعه اللي بيفضلوا في حالة قلق وترقب دائم. إذن بالعودة لفكرة النشر الأولية عن قوة الكتاب الواحد، إزاي المبدأ ده بينطبق على كتاب زي أرواح سجينة في ظل كل السياق المظلم ده؟ حسب كلام المتحدثين، الكتاب ده أكتر من مجرد ديوان شعر، هو عمل استعادة وإنقاذ. كل قصيدة في الكتاب ده هي صوت كان المفروض يختفي للأبد. عشان كده قراءة القصايد دي مش مجرد فعل أدبي أو ترفيهي، لا، اتوصفت في الفعالية بإنها فعل أخلاقي وشهادة. يعني إيه القراءة تبقى فعل أخلاقي؟ يعني القارئ ما بقاش مجرد متلقي سلبي. لما تقرأ قصيدة غلشان لأولادها، انت مش بس بتقرأ كلماتها، انت بتشهد على وجودها، على حبها، وعلى الظلم اللي بتتعرض له. فهمت. في مواجهة محاولة محو الناس دي من التاريخ، مجرد إنك تقرأ أساميهم بصوت عالي وتفكر في كلماتهم، ده في حد ذاته بيبقى فعل مقاومة ضد النسيان. أنت بترفض تسمح لهم إنهم يبقوا مجرد أرقام أو جملة مجهول المكان. وده بيفسر الدعوة المباشرة اللي وجهها المتحدثين للحاضرين. الدعوة كانت واضحة: ما تخلوش القصص دي تقف هنا، شاركوها. في عصرنا الرقمي لما بعض الأنظمة بتحاول تفرض تعطيم إعلامي كامل، ممكن مشاركة واحدة على السوشيال ميديا تكسر الصمت ده. بالظبط، زي ما الناشر قال، كل مشاركة،
كل إعجاب، كل كلمة بتساعد في إن الأصوات دي تفضل حية، وده بيحول القارئ من مجرد شاهد لمبلغ. لما تكون في محاولة لمحو ثقافة بشكل منهجي، فعل التذكر والمشاركة نفسه بيبقى شكل من أشكال الحفاظ على الذاكرة الجماعية. كل واحد فينا بيبقى حارس لجزء صغير من الأرشيف الإنساني ده. إذن اللي بنستخلصه من التسجيل ده هو قصة معقدة ومتعددة الأبعاد. هي قصة شجاعة شخصية لا تصدق من محرر خاضر بكل شيء عشان يجمع كلمات أصحابه، وقصة ناشر عنيد مؤمن إن كتاب واحد ممكن يغير كتير، وهي قصة جيل كامل من المفكرين والشعراء اللي سلطة ضخمة حاولت تسقط أصواتهم. وقبل كل ده هي شهادة خالدة على إن الشعر أبسط تعبير إنساني ممكن يتجاوز جدران السجون والحدود. وده بيسيبنا مع الفكرة اللي بدأنا بيها، بس دلوقتي بقت أعمق. إذا كان الشعر ده زي ما سمعنا معظمه عن الحب والحنين والمعاناة الإنسانية ومش تحريض سياسي مباشر، فده بيكشف إيه عن طبيعة النظام اللي بيحس بالتهديد من وصية أم لأولادها؟ يعني إيه لما نظام يخاف من قصيدة حب أكتر ما بيخاف من جيش؟ يمكن الإجابة هي إن القوة الحقيقية مش في القدرة على بناء السجون، لكن في القدرة على كتابة كلمات تقدر تعيش براها.